الفيديوهات اللي فاتت اتعلمنا الداتا تايبس وعرفنا ازاي بنحول من نوع لنوع تاني باستخدام التايب كونفرجن. الفيديو ده هنتعلم حاجة مهمة جدا وهي الاوبريتورز. الاوبريتورز في الجو هي ادوات اساسية البرنامج بيستخدمها علشان يفكر وياخد قرارات. يعني باستخدام الاوبريتور بتقدر تعمل عمليات حسابية، تقدر تقارن ما بين قيمة وقيمة تانية، تقدر تتحقق من شرط معين، تقدر تبني لوجيك كامل للبرنامج بتاعك. الاوبريتور بتقسمها لانواع، كل نوع له وظيفة معينة. عندنا مثلا الاريزماتيك اوبريتورز، ودي بنستخدمها في العمليات الحسابيه زي الجمع والطرح والضرب والقسمه. وفي كمان الكومباريزون اوبريتور، دي بنستعملها لما بنحتاج نقارن ما بين قيمتين. وعندنا كمان اللوجيكال اوبريتورز، بنستعملها لما نحب ان احنا نتحقق من كونديشن او شرط معين. واخيرا عندنا الاساينمنت اوبريتورز، دي بتساعدنا ان احنا ننفذ عمليات معينه على فاليو قبل ما بنخزنها جوه الميموري. طيب في انواع تانية برضو هنشوفها اثناء الشرح، فتعالوا بسرعه في الفيديو ده نتعرف على اهم الاوبريتورز الموجوده في الجو وازاي بنستخدم كل نوع منها بشكل عملي. طيب تعالوا مع بعض نبدأ بأول نوع وهو الاريزماتيك اوبريتورز. بنستعمله زي ما قلنا في العمليات الحسابية. يعني مثلا انا هنا لو عندي فاريبل زي كده، نقول مثلا A كولون ايكوال مثلا 12، وعندي فاريبل تاني نسميه مثلا B كولون ايكوال مثلا 15. انا دلوقتي عايز انفذ عمليه حسابيه، عايز اجمع الفاريبل A مع الفاريبل B والناتج بتاعهم اطبعه جوه الكونسول. فممكن هنا كده نعمل فاريبل جديد نسميه مثلا C كولون ايكوال، بعد كده اقول A بلس B. علامة البلس دي ده نوع من الاريزماتيك اوبريتور، من خلاله بنقدر نجمع قيمتين مع بعض زي ما انت شايف كده. فنقدر هنا بقى نقول مثلا التوتال، بعد كده مثلا نقول هنا برسنتج في كوما، ونبعت له هنا الفاريبل اللي هو السي. تعالى كده نعمل سيف ونشغل الابلكيشن بتاعنا عن طريق الاير. زي ما انت شايف هيقول لك التوتال 27. طيب خلينا كده مباشره بدل البرنت اف خلينا نستعمل البرنت ال على طول بالشكل ده. ونقدر هنا مباشره نقول بدل بقى ما نعرف يعني فاريبل جديد، خلينا هنا مباشره نقول الاي بلس بي. نعمل سيف، هتلاقي على طول حاصل الجمع اللي هو 27. طيب عندنا اوبريتور تاني وهو الماينس، ده علشان نطرح الرقمين من بعض. فلو عملنا سيف هيطرح لك الرقمين من بعض ويطلع لك الناتج اللي هو ماينس 3. طيب في اوبريتور تاني اللي هو الضرب اللي هو علامه الاستريك، فبنعمل شيفت 8 يعمل لك علامه الاستريك دي كده، معناه ان احنا بنضرب الرقمين دول في بعض. فلو عملنا سيف هتلاقيه هيضرب لك الرقمين في بعض ويديك الناتج. لو عايزين نقسم عندنا علامه السلاش بالشكل ده، هيقسم لك قيمه A على B. فنعمل سيف، هيقسم لك بالفعل الايه اللي هو القيمه 12 على 15، ولكن لو اخدت بالك هتلاقي الناتج هنا 0. طيب هو 12 على 15 المفروض الناتج بتاعها يكون 8 من 10، ولكن طبعا هو عشان الارقام هنا احنا معرفينها ان هي انتجر، فزي ما شفنا في الفيديو اللي فات بتاع التايب كونفرجن الناتج طبعا طالع 8 من 10، ولكن احنا هنا بنطبعه كانتجر لاننا بنقسم رقمين انتجر على بعض. فطبعا ال 8 من 10 بتطير فبيفضل لك الزيرو. فلو عايز طبعا الناتج يطلع زي ما هو، ان احنا نحول الارقام دي لارقام فلوت، اما ان احنا طبعا نستعمل الفار وبعد كده نحدد الداتا تايب بنفسنا اللي هو فلوت، او مباشره ممكن نخلي الرقم هنا نضيف له الدوت زيرو بحيث كده الايه اتحولت لفلوت. وقتها برضه هنحتاج ان احنا نعدل الرقم الثاني او الفاريبل الثاني بي، برضه نضيف له الدوت زيرو علشان يتحول هو كمان لفلوت بالشكل ده. لو عملت سيف دلوقتي هيقسم بقى طبعا رقم فلوت على فلوت، فيطلع لك الرقم زي ما هو اللي هو 8 من 10. طيب عندنا اوبريتور تاني برضه اسمه الريميندر. تعالى كده نعمل مثلا ارقام تانية، نقول مثلا الاي بيساوي 10 والبي بيساوي 5. فعايزين نقول الاي برسنتج بي. ايه برسنتج بي يعني الاي على البي، وبنطلع القيمه الريميندر. علامه البرسنتج معناها الريميندر او المتبقي من حاصل قسمه A على B. طبعا 10 على 5 بيساوي 2 ومش متبقي حاجه، المفروض يرجع لك 0. فلو عملت كده سيف هتلاقي بالفعل الريميندر بيساوي 0. لو غيرت مثلا البي خليتها ب4 فنقول 10 على 4 بيساوي 2 والريميندر عندك هيبقى ب2. طيب دول كده كانوا اشهر الاريزماتيك اوبريتورز اللي هنستعملها كتير، خصوصا لما نيجي نطبق في مشاريع عمليه في الفيديوهات اللي جايه. طيب تعال نروح لنوع تاني من الاوبريتورز وهي الكومباريزون اوبريتورز. الكومباريزون اوبريتورز بنستعملها في عمليه الكومبيرنج او المقارنه، ما تيجي تقارن ما بين فاليو وفاليو تانية. طيب يعني ايه؟ تعال مثلا نفترض ان احنا عندنا A بيساوي 10 و B بيساوي 20. انا دلوقتي مثلا عايز اسال سؤال، هل ال A بيساوي ال B؟ ازاي اكتب سؤال زي كده للغه جو وتجاوبني عليه؟ بنكتبها عن طريق نوع من الاوبريتورز بنسميها الكومباريزون اوبريتور. فنقول مثلا ال A، انا عايز اسال بقى ال A هل هو بيساوي ال B ايكوال B. كده انا بسال هل قيمه A بتساوي قيمه B. فلو عملنا سيف دلوقتي هتلاقيه بيرجع لك فولس. الكومباريزون اوبريتورز بترجع لك قيمه بوليان اما ترو او فولس. ترو لو الكونديشن اتحقق، وفولس لو الكونديشن ما اتحققش.
فطبعا هنا ال A لا تساوي ال B، فبالتالي الاوبريتور رجع لك false. ولكن مثلا لو كانت B بيساوي 10 زي A، لو عملنا سيف دلوقتي هتلاقي الاوبريتور بيرجع لك true، لان فعلا دلوقتي ال A بيساوي ال B. خلينا نرجع تاني لل B بيساوي 20، وعايزين دلوقتي نسأل سؤال تاني، هل ال A لا تساوي ال B؟ علشان اقول لا تساوي فبستعمل equal واحده بس بدل اتنين، ولكن بضيف لها طبعا في الاول علامه التعجب دي، فكده انا بقول له ال A not equal B، يعني انا بسأل جو هل ال A لا تساوي ال B؟ طبعا هنا ال A لا تساوي ال B، فلو عملنا سيف هتلاقيه بيرجع لك بالفعل true عشان ال A لا تساوي ال B. ولكن لو كانت ال B هي كمان 10، ففي الحاله دي لو عملت سيف طبعا الاوبريتور هيرجع لك false، لان ال A بيساوي B، ولكن انت سؤالك بتقول ان ال A لا تساوي ال B، فطبعا false لانهم بيساوي بعض. طيب لو انا عايز اسال مثلا هل ال A اكبر من ال B، ففي الحاله دي بستعمل نوع تاني من الاوبريتور بنكتبه بالشكل ده، علامه اكبر من. كده انا بسال هل قيمه A اكبر من قيمه B. لو عملت سيف طبعا هيرجع لك فورس لانهم بيساووا بعض. ولكن A مثلا لو كانت ب 15، طبعا ال A دلوقتي اكبر من B، فبالتالي السؤال ده هيجاوب عليه بترو، لان بالفعل A اكبر من B. طب لو عايز اعكس السؤال هل ال A اقل من ال B، وقتها طبعا بنعكس العلامه دي، بدل علامه اكبر من نخليها علامه اصغر من. كده ال A اقل من ال B، الاوبريتور هيرجع لك فولس. ولكن مثلا لو كانت ال A ب9، كده ال A بالفعل اصغر من ال B، فلو عملنا سيف هتلاقي الاوبريتور المره دي بيرجع لك ترو. في سؤال تاني برضو احيانا بنحتاج نساله، هل ال A اكبر من او يساوي ال B؟ احنا في الاول هنا كده ما كنا بنقول A اكبر من ال B، هو هنا بيشوف لك هل اكبر بس. ولكن لو عايز اشوف هل اكبر او يساوي ال B، وقتها بعد علامه اكبر بضيف هنا علامه يساوي. كده انا بسال هل ال A اكبر من او بتساوي ال B. تعال نعمل سيف. طبعا ال A اقل اصلا من ال B، فهيرجع لك فولس. ولكن تعال نخلي ال A مثلا ب 11 ونعمل سيف، هتلاقيه طبعا بترو لان ال A اكبر من. وفي نفس الوقت لو كانت ال A زي ال B، فلو عملنا سيف برضو هترجع لك ترو، لان انت هنا بتسأل هل هي اكبر من او بتساوي ال B. ونفس الفكرة برضو عندنا اصغر من او يساوي. تعالى كده نخلي مثلا ال A ب9، كده ال A اصغر من ال B، فبالتالي فعلا رجع لك ترو. ولو كانت برضو ب10 هترجع لك برضو ترو، لان انت هنا بتسأل هل هي اصغر من او يساوي ال B. ولكن طبعا لو كانت 11 يعني اكبر من ال B، كده هي لا هي اصغر ولا هي بتساوي، فبالتالي الاوبريتور هيرجع لك فولس. طيب نروح لنوع تاني من الاوبريتورز بنسميها اللوجيكال اوبريتورز. اللوجيكال من اسمها انت عايز تبني لوجيك معين، ولكن بناء على كونديشن او مجموعه من الكونديشنز مع بعض لازم تتحقق علشان تبني لوجيك معين. تعال ناخد مثال عشان نفهم انا بتكلم في ايه. طيب دلوقتي مثلا تخيل ان انا عندي قيمه A بيساوي مثلا 10، ومثلا عندك قيمه B بيساوي 8. انا مثلا هنا عايز اتحقق من شرطين مع بعض، هل قيمه A اكبر من قيمه B؟ احنا شفنا الكلام ده من شويه في الكومباريزن اوبريتور. طبعا لو عملنا سيف هيقول لك بترو. طب انا مش عايز اتحقق من شرط ده بس، انا عايز مجموعه شروط مع بعض يتحققوا. زي ايه؟ زي ان يكون قيمه A اكبر من B، وفي نفس الوقت انا عايز اتاكد ان قيمه A تكون اقل من 11. فهعمل الكلام ده ازاي؟ هكتب هنا كده مسافه واستعمل واحد من اللوجيكال اوبريتورز اسمه الاند. الاند بنكتبه ازاي؟ عن طريق علامه الاند اللي هي شيفت 7، وبكررها كمان مره اند كده معناه ان انا بقول اند يعني الكونديشن ده وكونديشن تاني، اعمل سبيس واكتب الكونديشن التاني بتاعي قيمه A مثلا تكون اصغر من 11. فانا هنا دلوقتي عايز اتحقق من الشرط الاول قيمه A تكون اكبر من B، وفي نفس الوقت A تكون اقل من 11. هل الشرطين دول مع بعض بيتحققوا؟ بحيث لو اتحققوا اقدر انفذ حاجه معينه او لوجيك معين. تعال نعمل سيف كده ونشوف ناتج الكونديشنز دي هتكون ايه. هتلاقيه بيرجع لك ترو بالفعل، A اكبر من B وفي نفس الوقت A اقل من 11. طيب تخيل مثلا لو غيرنا شرط منهم، نقول مثلا A اكبر من 11، في شرط منهم هنا هيفشل اللي هو الشرط ده اللي هو الشرط الثاني اللي هو A اكبر من 11، لان عندك طبعا ال A ب 10 مش ب 11. فطالما شرط واحد منهم فشل، فبالتالي ناتج الكونديشنز كامله هتبقى بفولس، لان لازم الشرطين دول يتحققوا او ناتج الشرطين دول يكونوا بترو. لازم دي تكون بترو ودي تكون بترو، فبالتالي الناتج النهائي يكون بترو. لو واحده منهم بس فشلت او رجعت بفولس، وقتها طبعا الناتج النهائي هيكون بفولس. فتعالى كده نعمل سيف. زي ما انت شايف بالفعل الناتج النهائي طلع بفولس، لان الشرط الثاني فشل ان هو يتحقق. طبعا تقدر هنا تضيف اكتر من كونديشن زي ما انت عايز. ممكن هنا نقول اند البي مثلا اكبر من او يساوي الزيرو. لو عملت سيف طبعا برضو الناتج هيطلع فولس، لان في كونديشن منهم فشل. طيب تعالى كده نصلح الكونديشن ده، نقول مثلا A اقل من 11. كده هنا انا بتشيك ان ال A اكبر من B وال A اقل من 11، وفي نفس الوقت ال B تكون اكبر من او يساوي الزيرو. لازم الثلاثه كونديشنز يكونوا بترو علشان الناتج النهائي يكون بترو. اي واحد فيهم هيفشل هيرجع لك الناتج النهائي ان هو بفولس. تعالى نعمل سيف، هتلاقي بالفعل الناتج النهائي بترو.
طيب أحيانًا بتبقى محتاج إن أنت تتحقق من شرط واحد فيهم بس إن يكون هو بtrue ويرجع لك الناتج النهائي بtrue، وقتها هنستعمل نوع تاني من الlogical operator بنسميه الOR، بدل طبعًا علامة الAnd دي هنمسحها وهنكتب علامة الOR بنكتبها بالشكل ده. دي كده علامة الOR. نفس الفكرة برضه الAnd التانية هنمسحها برضه ونكتب هنا كده OR. أنا كده هنا باقول إما الشرط ده يتحقق أو الشرط ده أو الشرط ده، أي شرط فيهم هيتحقق أو هيكون بtrue الناتج النهائي عندك هيطلع بtrue. أنا هنا باقول A أكبر من B فعلًا بtrue، حتى لو باقي الشروط ديّة فشلت إنها تتحقق هيرجع لك الناتج النهائي بtrue لأننا بنستعمل الOR operator. تعالَ مثلًا نخلّي الconditions التانية تفشل، فممكن مثلًا هنا نقول الA أكبر من 11، طبعًا الشرط ده هيفشل لأن الA ب10، الB مثلًا equal -1، طبعًا برضه الشرط ده هيفشل لأن الB عندك ب8، إذًا كده الشرط الوحيد هنا اللي هيتحقق هو إن الA أكبر من الB. تعالَ نعمل save. هتلاقي بالفعل الناتج النهائي بtrue لأن شرط منهم اتحقق طالما استعملنا الOR operator. أحيانًا برضه ممكن أحتاج إن أنا أعكس condition معين، لو هو true عايزه أخليه false ولو false خليه لي بtrue. يعني إيه؟ تعالَ نمسح كده الكلام ده. أنا مثلًا هنا عندي الA أكبر من الB، ده كده condition صحيح، لو عملنا save هيقول لك فعلًا بtrue. أنا عايز أعكس الناتج النهائي اللي هيرجع لي من الoperator، يعني بدل ما يرجع لي true أنا عايزه يرجع لي false. أعمل الكلام ده إزاي؟ قبل الcondition بتاعك هتضيف علامة التعجب بالشكل ده، بعد كده هتفتح القوس وتقفله وتاخد الcondition ده تحطه جوه القوسين بالشكل ده كده. كده لو عملت save هتلاقي الناتج طلع لك false. طب ليه؟ الA أكبر من B. ده صحيح الA فعلًا أكبر من B المفروض يرجع لك بtrue، ولكن أنت هنا استعملت علامة التعجب دي، فأنت هنا بتستعمل نوع من الlogical operator اسمه الNOT. النوت اوبريتور بتعكس لك الناتج، لو ترو بتخليه لك فولس ولو فولس بتخليه لك ترو. يعني مثلا الكونديشن ده لو قلت هنا A اقل من B، طبعا A مش اقل من B، المفروض الناتج ده يكون بفولس، ولكن انت استعملت هنا النوت اوبريتور فهيعكس لك الفولس يخليها لك ترو. تعالى نعمل سيف فهتلاقي الناتج النهائي طلع بترو. طيب نروح لاخر نوع من الاوبريتورز هنتكلم عنه في الفيديو ده وهو الاساينمنت اوبريتور. الاساينمنت اوبريتور بنستعمله لما نحب ان احنا نعدل على قيمه معينه قبل ما بنخزنها. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى نعمل فاريبلز جديده، نقول مثلا عندنا الاكس كولون ايكوال مثلا 10. تعالى نطبع قيمه الاكس في الكونسول عندنا يقول لك فعلا الاكس ب 10. طيب تخيل مثلا ان انا عايز قبل ما اطبع قيمه اكس اضيف لها رقم معين. يعني ايه؟ ممكن مثلا هنا قبل ما اطبع القيمه اقول مثلا اكس ايكوال اكس بلس مثلا 5. كده انا بضيف على قيمه اكس 5. لو عملت سيف طبعا هتلاقي الناتج 15. طبعا نقدر نستعمل الطريقه دي، ولكن عندنا نوع من الاوبريتورز اسمها الاساينمنت اوبريتورز بتسهل علينا عمليه ان احنا نعدل على الفاليو معينه قبل ما بنخزنها عن طريق شورت هاند. ازاي بنعمل الكلام ده؟ انا عايز اضيف قيمه على الاكس، اقدر مباشره هنا اقول اكس بلس ايكوال. كده انا عايز اضيف على قيمه اكس، بعد كده بقول هنا الرقم اللي انا عايز اضيفه وليكن مثلا 5. فلو عملت سيف هتلاقي الناتج زي ما هو 15. اقدر مثلا برضه اقول اكس اقول مثلا ماينس ايكوال مثلا 10 بالشكل ده. تعالى نعمل سيف كده هتلاقي الناتج اللي طلع 5. طب ليه؟ اكس بيساوي 10. بعد كده السطر اللي بعده احنا قلنا اكس بلس ايكوال 5، يعني ضيف لي على اكس 5. فلغايه هنا كده الاكس بكام؟ الاكس ب 15. بعد كده رحنا للسطر اللي بعده بنقول اكس ماينس ايكوال 10، يعني 15 نقص لي منها 10، فبالتالي الناتج النهائي بيطلع ب5. ممكن برضو اضرب، اقول مثلا بعد ما تعمل الكلام ده نقول اكس بعد كده علامه الضرب علامه الاستريكس دي، بعد كده اقول ايكوال اضرب مثلا في 2. تعالى نعمل سيف. لغايه السطر ده احنا كنا وصلنا لاكس بيساوي 5، بعد كده هنا ضربنا ال5 في 2، فبالتالي الناتج النهائي بيطلع ب10. في نفس الوقت برضو اقدر اقسم، اقول مثلا برضو اكس علامه القسمه اللي هي السلاش دي سلاش ايكوال، بعد كده اقول مثلا 10. هتلاقي الناتج النهائي طلع 1. وبرضه في نفس الوقت نقدر نستعمل الريميندر، اقول مثلا هنا x بعد كده percentage equal مثلا 2 بالشكل ده. تعالى نعمل سيف هتلاقي طبعا برضو الريميندر 1 لان احنا هنا السطر ده الاكس وصلنا منها انها 1 على 2، الريميندر طبعا هيطلع ب1. طيب اخر حاجه في الاساينمنت اوبريتور عندنا الانكريمنت والديكريمنت. يعني ايه؟ انا وصلت لللاين ده ان اكس هنا هتساوي 1، عايز قبل ما اطبعها مباشره اضيف عليها 1 بس، فاقدر اقول هنا اكس بلس بلس بالشكل ده. كده وات ايفر القيمه اللي هتوصل لي من هنا من اكس ضيف لي عليها رقم 1. انكريمنت يعني ضيف لي رقم 1 بس عليها. فبالشكل ده كده لو عملت سيف هتلاقي طبعا قيمه اكس هتطبع هتبقى 2. طيب جيت بعدها برضو قلت اكس بلس بلس هتضيف لك كمان 1، فهتلاقي الناتج النهائي طبعا اكس بيساوي 3 وهكذا. وفي نفس الوقت تقدر تقول اكس ماينس ماينس وات ايفر القيمه اللي هتطلع لك من هنا نقص لي منها 1.
اللي هو بتعمل decrement، فلو عملت سيف هتلاقي الاكس رجعت تاني ل2. طيب اخيرا قبل ما نقفل الفيديو خد بالك من معلومه مهمه جدا، البلس بلس والماينس ماينس في لغه زي الجو بنسميها statement مش expressions. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما اقدرش هنا مثلا اعمل variable اسمه y واقول colon equal مثلا x بلس بلس. الجو عندك هنا طبعا هترفض ان انت تستعمل الكلام ده. البلس بلس هنا عباره عن statement وليست expression، يعني ما تقدرش تاخد القيمه دي تخزنها في variable بالشكل ده، ولكن تقدر تستعملها مباشره كستيتمنت بالشكل ده x بلس بلس x ماينس ماينس وهكذا. طيب خلينا نمسح الكلام ده ونعمل سيف تاني، هتلاقي كل حاجه رجعت تاني زي ما هي وطبعت لك x بيساوي 2. طيب ده كده كان فيديو سريع اتكلمنا عن معظم الاوبريتورز الموجوده في لغه جو. طبعا هنستعملهم كتير جدا خصوصا لما نيجي نعمل تطبيقات عمليه وبرامج حقيقيه زي ما هنشوف مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. نكمل مع بعض في الفيديو الجاي وهنتعلم مع بعض الاري، ازاي بنعمل الاري في الجو.